طبق ملوكي من قسنطينة، طاجين الرخام الجزائري، وصفة بتعقد. لهالوصفة نحن بحاجة لبيض السمان، واللي ما عنده في يجيب بيض عادي. اغلوا لي اياهم 4 دقايق وزيدوهم على مي باردة، وعلى الخلاط حطوا لحمة مفرومة، بصلة، بقدونس، صفار بيضة، فلفل أسود وملح. بتعرفوا إنه هالمدينة هي عاصمة نوميديا ومن أقدم المدن المأهولة بالعالم ومسقط رأس الملك مسينيسا؟ لنرجع للوصفة. أنا ما حطيت كعك مبروش باللحمة، بس فيكن تزيدوا ملعقتين حتى يتماسك منيح. على فكرة هالأكلة بالعاصمة عندها اسم تاني، تكتبوا لنا بالتعليقات شو هي. وعلى نار حامية نزلوا لي لحمة، بصل، فلفل أسود، ملح، وعود قرفة. وبالنسبة لعود القرفة استعملت السيلاني، بيجي مورق وخفيف. قلبون كم تقليبة لبين ما تتهبل البصلة، حطوا غمتهم مي وزيدوا عليهم حمص. أنا هون حطيت حمص نص سلقة، وبطنجرة الضغط ضغطتهم 40 دقيقة. زيدوا عليهم اللحمة المكبكبة وخلوها تغلي حوالي ربع ساعة. يا سلام على الروايح، شي بشهي. هيدا مش طبق أكل عادي، هيدي لوحة فنية، شي فاخر على الآخر. رشوا عليها شوية بقدونس وحطوا لها شوية حامض. يا لطيف، طعمتها شو رهيبة، ولا اللحمة مهرية هري. وهلأ قولوا لي، حتشجعوا تسووها؟